رحلة إلى الهند. الهند، تلك البلاد التي تمتلك سحرا خاصا وتنوعا فريدا لا مثيل له بين كل بلدان العالم. ليست الأفيال والموسيقى والرقصات الرشيقة والتوابل والأطعمة ذات الرائحة النفاذة هي كل ما تمتلكه هذه البلاد ذات الحضارة الممتدة في أعماق التاريخ. فهناك مئات الأماكن التاريخية الرائعة في هذه البلاد تستحق المعرفة، في بلاد حافلة بالخيال والعجائب. التنوع الاستثنائي للهند صنع تاريخاً ثرياً خلف آثاراً من كل العصور، ما بين قلاع وحصون ومعابد وقصور لا يمكن وصفها. في رحلتنا اليوم سنكتفي فقط ب8 مواقع من روائع هذه البلاد قديمة وحديثة. فالشعب الهندي الذي يمثل 17% من سكان العالم بتعداده، الذي يزيد عن 1,300,000,000 نسمة، ما زال قادراً على إضافة عجائب جديدة لبلاده حتى اليوم. فالهند لا تعد مجرد دولة، بل هي قارة متنوعة الأعراق والأديان واللغات والثقافات، متنوعة المناخ والجغرافيا، وحتى تنوع أنواع الحيوانات بها استثنائي. والآن لتبدأ رحلتنا. المعبد الذهبي. المعبد الذهبي، المعروف أيضاً باسم هرمندر صاحب، مزار من أهم المزارات الدينية لطائفة السيخ، يقع في مدينة أمريتسار في البنجاب. تم تشييده عام 1604، وأضيفت له العديد من التوسعات خلال القرون اللاحقة. الديانة السيخية من أحدث الديانات الكبيرة في العالم، ظهرت في نهاية القرن ال15 بأفكار تمزج بين الإسلام والهندوسية وأفكار أخرى. اليوم يعتنقها حوالي 25 مليون إنسان، معظمهم في البنجاب. تم تدميره في العام 1746 على يد أباطرة المغول المسلمين، ثم تعرض للدمار ثانية في العامين 1762 و1764 على يد الأفغان. تمت إعادة بنائه بشكله الحالي عام 1830 بالرخام والنحاس، وتمت تغطية مبنى الضريح بالصفائح المذهبة، مما أعطى المعبد اسم شهرته. الحدث الأبرز في تاريخ المعبد كان عملية النجم الأزرق عام 1984، عملية الاقتحام العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الهندية لتصفية المتمردين السيخ الذين تحصنوا بالمعبد. تم الاقتحام بأوامر من رئيسة الوزراء أنديرا غاندي. العملية العسكرية خلفت مئات القتلى من الجنود والمتمردين، وأحدثت دماراً كبيراً في المكان، وكانت السبب في اغتيال أنديرا غاندي بعد العملية ب4 أشهر على يد حراسها الشخصيين المنتمين لطائفة السيخ. أهم ما يميز هذا المعبد هو مطبخه، المطبخ المجاني الأكبر في العالم. يقدم المطبخ الوجبات لعشرات الآلاف من الزوار بلا تمييز في الدين. تفتح قاعة الطعام هذه أبوابها
على مدار 24 ساعة طوال العام، وهي من العادات السيخية القديمة، ويعمل معظم الطهاة والمساعدين كمتطوعين. تمثال الإيمان. أحدث ما أضافه الهنود من العجائب لبلادهم تمثال الإله الهندوسي شيفا وخادمه المخلص الثور ناندي. بدأت خطط بناء التمثال في عام 2012 بمبادرة من رجل الأعمال الهندي مادان بليوال، وتم الافتتاح في 29 من أكتوبر عام 2022 في ناثدوارا بولاية راجستان، ومنذ ذلك الحين أصبح موقع التمثال مفتوحاً للزوار. يحتوي الموقع على عدة حدائق وقاعة للتأمل ومنصات عرض حول جسم التمثال تمكن الزوار من الوصول لمستويات مختلفة، كما يحتوي على قاعة طعام ونافورة موسيقية ومنطقة لمحلات الحرف اليدوية والتذكارات. ارتفاع التمثال يبلغ 112 متراً، ويبلغ ارتفاع القاعدة 43 متراً، مما يجعله ضمن أعلى 5 تماثيل حول العالم، بتصميم مبتكر للمعبود شيفا جالساً وقدمه اليسرى فوق ركبة ساقه اليمنى في وضع المتأمل. يتكون هيكل التمثال من قلب داخلي من الجدران الخرسانية المسلحة محاطة بإطار فولاذي هيكلي، ومحاط بطبقة خارجية من الخرسانة المصبوبة فائقة الأداء. تم رش السطح بالزنك المسالي ثم طلاؤه بالنحاس ليأخذ التمثال الضخم لونه النحاسي المميز. شيفا هو أحد الآلهة الرئيسية في الديانة الهندوسية، الديانة الأكثر انتشاراً في الهند. قصر ميسور الأسطوري. قصر ميسور هو شاهد على أساطير الثراء لملوك وأمراء الهند. كان مقر الحكم لمملكة ميسور في جنوب الهند. كان في غايا راجا أول ملوك مملكة ميسور، أما وديار فهو من قام بتأسيس القصر الأول في موقع حصن قديم من القرن 14. يعد قصر ميسور اليوم أشهر المزارات السياحية في الهند بعد تاج محل. يطلق على ميسور عادة اسم مدينة القصور لكثرة القصور بها. احترق القصر خلال احتفالات عام 1896، فكلف المهراجا كريشنا راجا الرابع المهندس المعماري البريطاني هنري إروين ببناء قصر جديد في العام التالي، وتم الانتهاء من القصر الجديد عام 1912، وتم تطويره وتوسعته عام 1930. طراز القصر يخلط كل الأنماط المعمارية التي مرت على الهند في تناغم رائع يجمع بين الزخارف الهندوسية والمسلمة والقوطية وأسلوب الراجبوت. كذلك يوجد 12 معبد ومزار ديني حول القصر. مملكة ميسور كانت من أكثر الممالك الهندية التي أجهدت البريطانيين في احتلالها. دخلت بريطانيا 4 حروب كبيرة مع مملكة ميسور حتى سقوطها،
عام 1799 بعد موت السلطان تيبو في ساحة المعركة أمام البريطانيين. اليوم ميسور هي ثاني أكبر مدينة في ولاية كارناتاكا الهندية. حصن جواليور. يقع الحصن في ولاية ماديا باراديش في وسط الهند. يبلغ ارتفاع جدرانه 11 متراً، ويحتل مساحة 3 كيلو متراً مربعاً. يقع على هضبة منعزلة مطلة على مدينة جواليور. يوجد بداخل أسوار الحصن عدد من المعابد والقصور، وسجن وخزانات مياه ومبان أخرى. كلمة جواليور تعني قديس، وهي تحكي أسطورة بناء الحصن، حيث يحكى أن أحد الأمراء في القرن الثامن الميلادي كان مصابا بالجذام، ولم يجد علاجا إلا على يد ناسك. كان يسكن الهضبة التي تم عليها بناء الحصن، وهو من تنبأ للأمير سوريا كتشاوا بأنه سيبني حصنا في هذا المكان، وسيؤسس عائلة ستحكم المنطقة لفترة طويلة. بعد 4 قرون استولى سلاطين مملكة دلهي المسلمين على الحصن عام 1231. ظل الحصن تحت حكمهم حتى دمرت دلهي على يد تيمورلنك في العام 1398، فتمكن زعيم هندوسي من السيطرة على الحصن، كما استطاع عدد آخر من الزعماء المحليين السيطرة على الحصن بعد ذلك، حتى تمكن إبراهيم لودي حاكم دلهي المسلم من استعادة الحصن، لكنه لم يهنأ به كثيرا، فقد فقد مملكته كلها على يد ظهير الدين بابر مؤسس مملكة المغول المسلمين في الهند عام 1526. يقال أن الإمبراطور المغولي بابر وصفه بأنه لؤلؤة قلادة حصون الهند. كذلك تم استخدامه كسجن للسجناء المهمين خلال عصر الدولة المغولية. لكن أهم شخصية سيرتبط اسمها بالحصن هي لاكشمي باي، ملكة جانسي، البطلة الهندية التي خاضت الحرب ضد البريطانيين في الثورة الهندية عام 1857. دافعت جانسي ببسالة، لكن بعد هزيمتها لجأت لجواليور، والتي خاضت فيها معركتها الأخيرة. فضلت الموت عن الوقوع في الأسر. هوى محل أو قصر الرياح، واحد من أروع وأغرب المباني في العالم أجمع، وليس في الهند فقط. تم تصميم المبنى باستلهام شكل تاج الإله كريشنا الهندوسي. يتكون من 5 طوابق خارجية فريدة من نوعها، بنيت بشكل هرمي، لها 953 نافذة صغيرة. النوافذ والشرفات صممت على شكل خلايا النحل. المبنى قام بإنشائه المهراجا ساواي براتاب سينغ عام 1799 في مدينة جايبور عاصمة ولاية راجستان. المبنى هو واجهة للقصر الملكي. تم بناؤه على حافة قصر مدينة جايبور. المبنى ليس مقسما لغرف، ذلك لأن الغرض الوحيد منه كان تمكين نساء القصر من مشاهدة الحياة اليومية والمهرجانات والمواكب الملكية
التي يتم الاحتفال بها في الشارع دون أن يتمكن أحد من رؤيتهن، ولهذا لا يمكن الدخول للمبنى من الشارع، مدخله الوحيد من داخل القصر الملكي فقط. التصميم المعماري يعتبر نموذجاً للهندسة المعمارية الراجبوتية والمغولية، ويعتبر المبنى الأكثر تميزاً في المدينة التي تزدحم بالتحف المعمارية المميزة. تم بناء القصر من الحجر الرملي الوردي بارتفاع 15 متراً. حركة الهواء من خلال العدد الكبير من النوافذ الصغيرة في المبنى يرطب الجو في المنطقة المحيطة به خلال أوقات الصيف الحارة. حركة الهواء خلال النوافذ هي ما منحت المبنى اسمه. قامت الحكومة الهندية بمساعدة القطاع الخاص بعملية صيانة للمبنى عام 2006 بتكلفة قدرها 4.5 مليون روبية. القصر الملكي الراجبوتي الضخم الذي يمثل هوامحل أحد مبانيه الكثيرة هو أحد روائع الهند الذي يقف شاهداً على أمجاد الملوك الراجبوت. تمثال الوحدة. التمثال الأعلى في العالم هو أيضاً من نصيب الهند. تمثال الوحدة هو نصب تذكاري صممه النحات الهندي رام فنجي سوثار لتكريم الزعيم الهندي ساردار فلاباي باتل الذي كان له دور كبير في توحيد الهند بعد استقلالها وتجنيبها الحرب الأهلية. بطول 182 متراً وبقاعدة طولها 85 متراً ليصبح طوله الإجمالي 240 متراً، يبدو تمثال الحرية الشهير إلى جواره قزماً صغيراً. تمت إزاحة الستار عنه في 31 من أكتوبر عام 2018 يوم ذكرى ميلاد الزعيم الهندي صاحب التمثال على جزيرة في ولاية غوجارتي في غرب الهند. تم توظيف 3400 عامل لمدة 33 شهراً لتنفيذ العمل. تبرع المزارعون بأدواتهم القديمة لتجميع أكثر من 100 طن من الحديد للمشروع. شاركت التبرعات بجزء هام من ميزانية المشروع الذي تم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. تكلف المشروع 30 مليار روبية، وهو ما يساوي حوالي 405 مليون دولار، مما تسبب في انتقادات شديدة أثناء تنفيذه بسبب الميزانية الضخمة. تم تصميمه ليقاوم الزلازل والرياح القوية. تمت إحاطته ببحيرة اصطناعية تبلغ مساحتها 12 كيلومتر مربعاً إلى جانب متحف تذكاري وجسر. استقبل التمثال في أول 11 يوماً من افتتاحه 128 ألف زائر، وأصبح مزاراً سياحياً هاماً. حالياً تخطط ولاية أتر برديش الهندية لتحطيم الرقم القياسي للتمثال بإنشاء تمثال أطول على أراضيها. تاج محل. لأن عادة حرق الأجساد بعد الموت هي السائدة في الهند، فالأضرحة الملكية العظيمة ليست كثيرة. ارتبطت الأضرحة العظيمة بالسلاطين المسلمين. لعل الأشهر في أذهاننا هو تاج محل إذا ذكرت الهند.
الضريح الذي بناه شاه جيهان من سلالة سلاطين المغول المسلمين لزوجته الثالثة ممتاز محل. الضريح الأنيق المبني بالمرمر الأبيض يعتبر من قبل العديد من المتخصصين من أرقى الأمثلة على العمارة المغولية، وهو طراز يجمع بين العمارة الإسلامية والعمارة الفارسية والتركية والعثمانية والهندية. ويقع الضريح في مدينة أغرة في ولاية أتر برديش بشمال الهند. تم تشييد الضريح ما بين عامي 1632 و 1653. منارة قطب الدين هي مئذنة ذات طراز فريد، تعتبر أعلى مبنى حجري في الهند بارتفاع يبلغ 72 متراً ونصف المتر. تقع جنوب مدينة دلهي ضمن مجمع يضم جامعاً ومبان إسلامية أخرى. أسسها السلطان قطب الدين أيبك، مؤسس سلطنة دلهي الإسلامية التي حكمها سلاطين المماليك الأتراك. المئذنة مكونة من 5 طوابق. قطر الطابق الأسفل 14.3 متراً، بينما قطر الطابق الأعلى 2.70 سنتيمتراً. بدأ قطب الدين أيبك تشييد المئذنة عام 1193. بدأ البناء من الحجر الرملي الأحمر وحجارة المعابد الهندية القديمة، لكن أيبك مات بعد إتمام الطابق الأول فقط. أضاف خليفته شمس الدين التوتميش 3 طوابق، وتم الطابق الخامس والأخير في عصر فيروز شاه تغلق عام 1368. يشكل مجمع قطب منار الذي يضم المئذنة وعدة مبان أخرى أحد أكثر المواقع السياحية ازدحاماً في دلهي. يظن معظم المؤرخين أن اسم المئذنة لا يرجع لمؤسسها قطب الدين أيبك كما يبدو للوهلة الأولى، لكن الاسم ينتسب إلى الخواجة قطب الدين، أحد المتصوفين، والذي هاجر من بغداد واستقر في دلهي وحظى بمكانة عظيمة عند السلطان التتميش. ليس مؤكداً أيضاً هل بنى قطب الدين أيبك المئذنة كمئذنة عادية أم كنصب تذكاري لتخليد بداية الحكم الإسلامي في دلهي. المئذنة واحدة من المعالم الإسلامية الفريدة من نوعها. أما مسجد قوة الإسلام الملاصق للمئذنة فيعتبر من أقدم وأكبر المساجد في الهند،